ما يرتاحش ولا يهداله بال غير وهو مسيطر على كل حاجة حواليه. كلنا أكيد قابلنا شخص من أول ما دخل حياتنا وإحنا دايما حاسين إن إحنا لازم نبرر ونشرح ونثبت نفسنا قدامه. الشخص ده بيكون كلامه مباشر وقراراته سريعة ويبان إنه مسيطر وواثق من نفسه حتى لو بيقول أي كلام. لو عاشرت أو قعدت مع حد بالشخصية دي غالبا بتطلع من القعدة وإنت حاسس إنك منهك، أكنك كنت في امتحان مش في علاقة. الشخص ده غالبا مش أناني ولا قاسي بطبعه، ده نمط سلوكي اسمه dominance أو المسيطر، وده اللي هنبدأ بيه سلسلة الأنماط السلوكية النهاردة. ده نمط بيبقى assertive يعني حازم، وتاسك اورينتد يعني موجه للنتائج. صاحب النمط السلوكي الدوميننت او المسيطر ما بيعرفش يلف ويدور، ولو شايف حاجه غلط بيقولها، ولو عايز حاجه هيطلبها، وبالنسبه له الصراحه اهم بكتير من المجاملات، وده مفتاح فهم شخصيته. المسيطر دايما بيسال هنوصل لايه، هنخلص امتى، ايه الخطه. المشاعر بالنسبه له ممكن تكون مهمه بس مش اولويه خالص وقت القرارات. الوقت بالنسبه له عنده قيمه كبيره، فالناس اللي بتفكر كتير او تتكلم كتير او تتردد بتعصبه جدا. ما بيحبش التلميح ولا الكلام الناعم ولا جمله خلينا نشوف او ان شاء الله ربنا يسهل. هو عايز اجابه واضحه وصريحه. بيميل للقياده واتخاذ القرارات حتى لو هو مش في المركز القيادي. هتلاقيه دايما هو اللي بيوجه ويقرر حتى لو ما طلبش منه. الدوميننت او المسيطر بيشوف المشاكل تحديات. المشكله بالنسبه له مش حاجه تخوف خالص، بالعكس دي ساحه الملعب اللي بينزل يوري فيها مهاراته وشخصيته القويه القياديه. المشكله بالنسبه له هي تاسك، وكل تفكيره بيبقى رايح هنحلها ازاي. شعاره الداخلي ايه الهدف، ايه الخطه، هنعمل ايه، يلا بينا. المسيطر شايف ان الحياه محتاجه قرارات، والتردد خطر جدا، وان الضعف انكسار، وان قيمه الانسان في انجازاته وهي بس اللي بتحميه. بيحترم جدا القوه والوضوح والكفاءه، وبيستريح قوي مع الناس اللي بتتكلم بصراحه وما بتخافش وما بتحتاجش احتواء، لان هو ما بيعرفش يدي احتواء. لحد هنا ممكن نلاقي مميزات كتير، لكن زيه زي اي نمط سلوكي تاني المسيطر ممكن يأذي. المسيطر غالبا مش بيأذي عن قصد، هو بيستخدم نفس أدواته للدفاع عن نفسه، فممكن يتصرف بقسوة أو تسلط لأن نبرته قوية وكلامه مباشر، فاللي قدامه يطلع من القعدة حاسس إنه اتدهس. ممكن يتجاهل مشاعر الآخرين مش لأنه مش مهتم، لكن لأنه شايف إن المشاعر دي حاجة نبقى نرجع لها بعد ما نحل مشاكلنا. ممكن يعلي صوته ويفرض رأيه لأنه في اللحظة دي فقد الإحساس بالأمان وبيحاول يسيطر عشان يطمن. خلقه ضيق قوي وصبره قليل مع الناس البطيئة شوية أو الحساسة، لأنه مش فاهم هي ليه الناس محتاجة وقت أو طبطبة أو شرح، فبيضغط على اللي حواليه عشان ينجزوا حتى لو طاقتهم خلصت. لما المسيطر بيتضغط صوته بيعلى، كلامه بيقصر، تحكماته بتزيد، طلباته بتكتر، وبيدخل في صدام مباشر. دايما حاسس إنه في مواجهة ومفعل الفايت مود. طب إزاي نتعامل مع شخصية صاحب النمط السلوكي المسيطر أو الدوميننت؟ خليك مباشر، أثر في الكلام وقول الخلاصة من غير حكايات. استخدم لغة النتائج والإنجاز، هنعمل إيه؟ امتى؟ ازاي؟ احترم وقته حتى في اوقات العتاب، ما تدخلش في شرح طويل. حدودك لازم تبقى واضحه، المسيطر بيحترم اللي عنده حدود اكتر من اللي بيحاول يرضيه. ما تعليش صوتك لان الصوت العالي ده ملعبه. لو جرحك او اذاك باسلوبه قول له انا فاهم قصدك او عارف نيتك، بس الاسلوب ده غير مقبول بالنسبه لي. النمط المسيطر او الدوميننت مش شرير ولا متكبر ولا ما عندوش مشاعر، هو شخص اتعلم يحمي نفسه بالقوه والقرارات والسيطره. صاحب النمط المسيطر او الدوميننت لو عنده استناره ووعي بنفسه هيبقى قائد عادل جدا، لو ما عندوش وعي بيبقى شخص مرهق جدا التعامل معاه. دورك مش انك تغيره او تخاف منه، لكن انك تفهمه، تحط حدود وتتعامل معاه بذكاء. الفيديو الجاي هنتكلم عن النمط المؤثر او الانفلونس، اكتر نمط ممكن يفرحك او يدوخك. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك، ده بيشجعني، واعملوا فولو للبيج عشان توصل لكم بقية السلسلة. لو حابين تتواصلوا معانا ابعتوا لنا على صفحة او على رقم الواتساب.